اي بنت في العالم كتحلم يكون في يدها خاتم بالديامون، وهذا الحلم ممكن يتحقق، ولكن قبل خاصك تسمعي هاد 4 النصائح المهمين قبل ما تشريه، والاخرى مهمه بزاف وغادي تنفعك بزاف. اولا حدي الميزانيه ديالك قبل ما تشري الخاتم ديالك، حيت الخاتم اون ديامون كيبدا من 5000 درهم حتى لانفيني، دونك الميزانيه خصها تكون محدده قبل باش يكون الاختيار سهل. ثانيا الا بغيتي الماسه كبيره في الخاتم ديالك وعندك ميزانيه محدوده، كنصحك تاخدي ان ديامون لابوغاتوار في بلاصه ان ديامون ناتوريل. الديامون لابوغاتوار كيتقام رخص بزاف من لو ديامون ناتوريل وهما نفس الحاجه. الثالثه هي ان الديامون كيقدر يتخدم في الالوان بثلاثه ديال الذهب، سواء الصفر سواء الابيض سواء الاحمر، ولكن كيجي حسن مع لون واحد فيهم واللي هو الابيض، حيت اللون الابيض في الذهب كيخلي اللمعان ديال الديامون زوين وما كيبدلش ليه اللون ديالو. والاخرى والاهم وهي الا كان هذا خاتم زواج وعندك ان بودجي ليميتي، ما تقوليش في راسك خاصني ان سوليتير و دومي اليونس ضروري دابا، حيت بهذا البودجي غادي تاخدي ان سوليتير و اون دومي اليونس رقاقين بزاف ومن بعد غادي تندمي عليهم بزاف. دونك من الاحسن كنصحك انك تاخدي ان سوليتير اللي زوين وتدوزي به واحد المده ومن بعد تزيدي عليه اون دومي اليونس اللي غادي تجي معاه زوينه، وديك الساعه غادي يبقى عندك الخاتم مدى الحياه وما عمرك غادي تملي منه.